فين الحكمة ان عبد المنافق يقول لك انا خايف على حنظلة زي زيك والله، يقول لك كده مرة، ومرة تانية يقول لك انا مالي، ومرة تالتة يقول لك انا ما منعتكش، اتفضل لو قادر تساعده ساعده. فين الحكمة من هو يقول لك كده؟ مش ليه كده. ممكن يكون من الحكمة عشان أقول لك قال الله تعالى في سورة التوبة: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. يعني المؤمن مش محتاج يستأذن في الأبواب دي، اللي محتاج يستأذن هو المنافق اللي وصف الله سبحانه وتعالى بأنه هو متردد وفي ريب. فهو عشان في شك وريب، فمرة يقول لك أنا خايف زيك والله، ومرة يقول لك أنا عملت اللي عليا، ومرة يقول لك أنا مالي، ومرة يقول لك اتفضل ساعده أنت، لأنه كما قال الله تعالى فهم في ريبهم يترددون. وبعد كده قال الله سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يعني دول لو عاوزين الخروج وعاوزين الجهاد صح لأعدوا له العدة وجهزوا له العتاد، بس هم مش عاوزين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. يعني انتوا مش هتاخدوا حاجة بخروجهم معاكم، ما تفرحوش بيهم، مش هيزودوكم بل هينقصوكم، بل هيفتنوا بينكم، بل ممكن ضعاف منكم يسمعوا تثبيتهم ليكم في أوقات الشدة والمحن. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. يعني يا أيها المؤمنون انتم مجربينهم قبل كده في تقليبهم للحقائق، في تثبيتهم للعزائم في أوقات الشدة والمحن. ومنهم من يقول إذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يعني عند الشدة وعند المحنة يقول لك أنا والله مش قادر، أنا والله خايف، أنا والله خايف من كذا، خايف من الفتنة في كذا. والفتنة الأعظم تثبيت للمؤمنين وتثبيت العزائم في الشدة والمحن. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. يعني لما تصبك حسنة يتضايقوا ويتغاظوا عشان هم ما خرجوش معاك ولم يثبتوا في وقت المحن والشدة. ولو أصابتك مصيبة يقول الحمد لله إن احنا ما خرجناش معاهم، الحمد لله إن احنا مش معاهم في المحنة والشدة دي. قال الله تعالى: قل لن يصيبنا، يعني قل لهم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قال الله تعالى بعد كده لهؤلاء المنافقين: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الله بعد ذلك عنهم: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. يعني كذابون بيحلفوا بربنا احنا معاكم، احنا زيكم، احنا مثلكم، احنا خايفين على حنظلة زيكم، ولكنهم قوم منافقون جبناء لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. يعني لو لقوا أي فرصة للهروب، أي فرصة للاختباء، يهربوا على طول مسرعين جبناء خوافين. دي خلاصة فين الحكمة من وجود هؤلاء المنافقين. مش ليه كده، ممكن يكون من الحكمة عشان يتأمل في آيات ربنا دي اللي حكاها عن هؤلاء، وعشان تعرف لما تسمع عبد المنافق بيقول ايه عن حنظلة وتسمع آيات ربنا تفهم انه نفس الكلام بالضبط. اما المؤمن الحقيقي مش المنافق فبيتذكر قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المسلم أخو المسلم، ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم:
المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. فيا حنظلة قلوبنا معاك، وانتهى ما بين أيدينا من أسباب. وقال الله تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب.